Yo, Salam alaikum khawti. Salam alaikum, il n'y avait pas d'énergie, on recommence. Yo, salam alaikum khawti. الزلف الاول ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم جيري فلوج. رجعنا لكم فيديو جديد. ناس لهذوك اللي يحتفلوا بالرأس السنة الأمازيغية، وكما شفتوا في العنوان خوتي اليوم راح نتكلموا على يناير والحفلات تاع الأمازيغ. راح نوري لكم في هذا الفيديو بعض لقطات من احتفالات يناير في ولايات الجزائر، وأيضا راح نتحدثوا شوية على يناير. وهذا الفيديو يعني أمي اللي طلبت مني ندير هذا الفيديو، قالت لي ولدي راك تعرف بالجزائر في الفيديوهات تاعك، راه جاي يناير عرف شويه التقاليد تاعنا. وللعلم خوتي انا شخصيا يعني لا احتفل بيناير، كما انني لا احتفل بالمولد النبوي الشريف، لان يناير يعني اعتبرها عاده، ويعني احترم جميع الناس اللي يحتفلوا بيناير. واللي يقول لي قاسم قاس نقول له يعطيك الصحه قاسم قاس. بصح شخصيا يعني لا احتفل به، لان يعني في الدار تاعنا يعني ما كناش ممسرنا قبايل. يعني ممكن بعض القبائل راح يسبوني في التعليقات ولا، بصح انا في الدار تاعنا يعني ما كناش نحتفلوا بيناير، الا ان جدتي في القديم في الطشره حكت لي، قالت لي بكري كان يجي واحد اسمه المذبوح، يجي على الشاري تاع القبائل في نهار يناير ويجي يذبح دجاج ويذبح المال. الاغنياء اللي عندهم المواشي يصدقوا للفقراء ويديروا المأكولات التقليديه مثل البركوكس، الكسكس، سكسو بيصار، البغرير، تبع عجاجين كما نقولوا بالقبيليه. وايضا زوجة اخي من ولايه مستغانم يعني حكت لي ما قالت لها بكري في يناير في ولايه مستغانم كان يديروا ثاني المأكولات التقليديه مثل البركوكس كما قلت لكم. والناس اللي ما تعرفش من هم الامازيغ هم سكان شمال افريقيا، ويقال ان اصلهم يعود الى الكنعانيين. يعني جدهم الاكبر هو مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام. وكما على بالكم خوتي نوح عليه السلام عنده 3 اولاد، عنده سام هو اب العرب اب الفرس واب الاراميين والعبريين، عنده حام اب الكنعانيين اب المصريين اب الامازيغ واب الاحباش، ويافث هو اب الاوروبيين اب ايميلي واب الاسيويين. ايضا هناك البعض في التعليقات راح يقول لي لماذا قلت في البدايه لا تحتفل بمولد النبوي الشريف. عزيزي المشاهد لا احتفل بالمولد النبوي الشريف ليس لانني لست مسلم، راني مسلم والحمد لله، ومعظم الامازيغ ايضا مسلمين. في عهد الخلافه الراشده يعني الصحابه ما كانوش يحتفلوا بمولد النبوي الشريف، وهذه البدعه كانت عند الفاطميون الشيعيين. ايميلي qu'est-ce que tu connais sur Yinnayer? C'est le nouvel an amazigh qui se déroule le 12 janvier. Très bien. On cuisine du couscous. Et beaucoup de plats traditionnels aussi. Moi je les connais pas tous. Ah bon? Et pourtant tes ancêtres en Pologne ils fêtent Yinnayer, non? N'importe quoi. Mais si. ودوكا خوتي راح نوري لكم بعض احتفالات السنة الأمازيغية في بعض الولايات في الجزائر. بسم الله. تحتفل مدينة وهران برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2964 الذي يصادف 12 من جانفي. هو موعد لا يفوته الوهرانيون. تزداد فيه الأسواق أياما قبل Ça a الاحتفال. l'air chouette cette تتشكل marché. المكسرات والحلويات بأشكال Moukassarad, je connais. وتزين الرفوف بأرفف. وتختلف طقوس الاحتفال في عاصمة غرب البلاد من عائلة لأخرى حسب العادات. يكون هذاك عامها يعني بربوح. احنا عندنا الشرشم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ساعة من القمح وساعة من الفول وساعة من الحمص. احنا ناكلوا الشرشم ونرقدوا. ونيك aussi le coq. Mon pauvre petit coq. رغم أن الوهرانيين يبقون متمسكين بهذه المناسبة، إلا أن أغلبهم لا يكاد يعرف شيئا عن أصولها التاريخية. وتبقى بذلك أسئلة عدة مطروحة لم يجب عنها حتى الباحثون والمؤرخون. هي مناسبة يقوم بها العائلات الجزائرية، وهي من أصل أمازيغي، كان يقوم بها الأمازيغ من أجل التحضير للموسم الزراعي أو فلاحي، يتفائلون بهذا الموسم.
des Égyptiens. Parce que l'histoire de Yenayer, il est lié à les pharaons. Cette fête annuelle, mais une chose est sûre, c'est en relation avec l'agriculture, avec les saisons. ولا تفسد قلة المعرفة من الود شيئا، إذ يبقى الاحتفال بيناير راسخا في عادات وتقاليد وهران وثقافة أهلها. مدينة الجسور المعلقة قسنطينة أحيت مناسبة Vous fêtez le soir ou la journée? أمازيغية بامتياز أين لفتت la journée, le الأنظار soir. عائلة من أقدم العائلات المستقرة بالولاية، عائلة ورثت العادات والتقاليد أبا عن جد، مستمدة من الأجداد أصول الثقافة الأمازيغية وكيفية الحفاظ عليها. احنا عائلة نسكن هنا في قسنطينة، ولكن الجذور تاعنا من منطقة سروال وسيف ولاية زيد وزود. عندنا بزاف حنا نبداو حنا هنايا ومازلنا حاكمين هذوك العادات تاع يناير، مازال حاكمين فيها وحنا ورثناها من الأجداد من الآباء ونمدوها لولادنا إن شاء الله يكملوا فيها. مأكولات شعبية أمازيغية بمختلف الأذواق كانت في واجهة البرنامج الاحتفالي لهذه العائلة لاستعراض لها لمختلف الأطباق. أطباق كيما راكي تشوفي، الطبق الرئيسي لازم يكون كسكس هذا بالدجاج، وفيه الخضروات، فيه 7 خضروات هذوك كامل يدوروا به باش يمد البنة، ونزيدو نديرو لهم فوق الحبق اليابس بازيليك ساك لازم يكون باش يدير بنة. وكاين هذا ثاني طبق شبال بالحليب، شبال ويفك لازم Je trouve pas que ces enfants ressemblent à leur mère. Depuis tout à l'heure, je me disais qu'ils avaient exactement tous les mêmes traits que la mère. Ouais. شبال C'est des copier-coller. أغرام وفلفل. الأمازيغ أخذوا موعدا C'est pas فلفل déjà. فلفل سي أمازيغية جديدة باحتفالات عارمة عبر مختلف ولايات أغرم خوتي بالأمازيغية أو بعرف لهجات أخرى بالأمازيغية كيفاش يقولوا، لكن حنا قبايل أغرم الكسرة نقولوا أغرم. يناير أو العجوزة هذه في ولاية بليدة، وتحيا الناس بليدة. يقبله الجزائريون كل سنة باقتناء ما لذ وطاب من أصناف الحلويات والمكسرات أو ما يعرف بالتراز المرتبط بتاريخ بهجة هذا العيد. المدرارين نديروا لهم شكيورات نجيبوا On va trouver des caprices. Ah, sûrement il y a des caprices. نجيبوا الانسان الكبير تاع الدار زعما كيما شيخي يحط عليها يقول بسم الله ان شاء الله هذا العام يفتح لنا بزاف الهنا ان شاء الله بالصحه ان شاء الله هكا يدعي ويحط عليها هذاك واش شرينا كامل. الحلوى ما تكزيسيش كاع، هذا هو الصح تاع العام. هذا العام كانوا الناس يديروا القنبيله البغرير لا يجيبوا هذا يعاودوا يقشروا من تحت، كان عنده واحد ياكلوها يديروها بوسط العام. ما كانوا بكري هذا هو الصح. هذيك تاع Pourquoi on voit des palmiers? غادي نخدموها سبيسيال. Bah, ces palmiers-là et il le met, comment dire, il les plante pendant Yenayer. صامت يشريوها الناس هذه مطلوبه في الوقت هذا كاع ويحبوها كفتنا خاصة تراديسيونيل من الانرجي الى كل شيء. أسواق مدينة البوليد العتيقة كغيرها من أسواق المدن الجزائرية تزينها هذه الطاولات والمحل التي تعرض التنوع الثري لكل من المقتني. بكري الدراس كنا نجيبو تاع الشجرة نديرو من دارين بلوط الكرموس ناتوريل كلش ناتوريل السقوق والاخر ونديرو الفيس بالزبدة ياخذك ستاد دوكا ما كاينش كاين غير الحلوى والسكاكر. عندها الحق والله. هذا قبيلي. وخاب نخدم يمزيان كم العادة. هي جزء من التقاليد الجزائرية النابعة من عبق تراثنا المتوارث عبر الأجيال. وهذا الفيديو أيضا من منطقة أخرى عند القرى القبائلية. Trop mignonne. Oh, il est beau le gâteau. Ouais.
Quel petit signe Amazir. Pourquoi 29,71? Bah, c'est l'année des Amazirs. Mais c'est-à-dire? C'est Gassam, ça veut dire bonne année. Non, 29,71, c'est pas. C'est notre année. Vous, l'année chrétienne, on est 2023, pardon. Bah, nous, c'est 2971. Enfin, c'était. Tu reconnais les bijoux kabyles? Ouais. Ça, les vieilles maisons kabyles. C'est beau. C'est avec de la pierre. Beau. Oh, il est trop mignon. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, les plats traditionnels. هذا المسفوف normalement. Allez où ta robe kabyle, Émilie? Bah le 12 janvier, hein. Pourquoi ils ont coupé? Quoi? Je sais pas. دونك فوالا خاوتي رانا وصلنا لنهاية الفيديو. قولوا لنا في التعليقات إذا راكم تحتفلوا بيناير وواش ديروه في الاحتفالات تاع يناير. Abonnez-vous, partagez, likez et surtout bonne année. يلا خاوتي بيس.